ماتش ودي جديد ماتش ودي جديد يا نجوم مصر. اصبر يا ابني مش دلوقتي. ماتش ودي جديد يا نجوم مصر. ماتش ودي جديد يا نجوم مصر. يا نجوم مصر. انا عمو تشاد علي هشام بعد ما واظب على الكورتيزون. ماتش ودي جديد يا نجوم مصر. ماتش ودي جديد. تلاقي اصبر بنعملها مع بعض. انت متخلف طب قوي ما يا تخش. اسطى. اديني كيو، اديك كيو ازاي؟ يعني المفتاح اللي اخش عليه. بتاخد الكيو فين يا محمد؟ هي عايز الكيو فين؟ ولا لو بقى كده اثبت انت خلاص وهنعملها كده هنقطع. يعني هعمل كده وما اعملش كده. ما تعملش كده. انا هعمل كده. ما تعملش كده هتكسر الكادر يا محمد. ماشي. ماتش ودي جديد يا نجوم مصر. يا نجوم مصر. انت ما تطلعش امي من مكانها هتفصل. لا ماتش ودي بنسخن الماتش. ماتش ودي جديد يا نجوم مصر. شايف كل عيبة بتستاهلوا الطرد. عقبال الكاس هيرفعوا ماتشات. ماتش ودي جديد يا نجوم مصر. النهارده معانا ضيف تقيل على قلبي. معانا الستاند اب كوميديان محمد سند. النهارده مبسوط ان انا معاك والله يا استاذ. طب ما تصبر يا ابني اتكلم. اتفضل. تصبر يا ابني اتكلم. ده مفيش كيمستري خالص يا محمد. في ايه؟ ما تصبر يا ابني. النهارده انا قررت بقى بعد قعده في البيت حبه حلوين، يعني قررت ان انا استضيف حد من صحابي ستاند اب كوميديان. ليه بقى؟ عشان النهارده هنتكلم عن الستاند اب كوميدي في مصر. معانا شويه متسابقين النهارده من الستاند اب كوميديانز، هنفندهم زي ما احنا متعودين. كلهم بتعلم منهم. اساتذتي في المجال. ما تطبلش يا محمد والله ما حد يعرفك يا محمد. متحمس انا بقى متحمس. معانا اول متسابقه مريم السيد. تعرف مريم السيد؟ ما يعني حضرت لها مره. انت ما حضرتلهاش قبل كده يا محمد؟ حضرت مره صراحه. كانت يعني كنت رايح احضر لحد وشفتها. اتبسطت يعني؟ رحت حضرت لحد وشفتها. خلينا نشوف. حد هنا عايش في زايد؟ كلكم الشرقيه؟ حد من منطقه غنيه؟ انا ما بحبش بقى الناس اللي بتيجي بقى في حفله وتبقى واحد كويتي فيقول لك ايه ارميني بالدينارات. انت كده فقير معدم. عملت كده؟ انت بنشتم عادي في الحلقه؟ لا ما غالبا لا، ممكن يتقبض علينا. انت فقير معدم طب محمد احكي لي عن اول تجربه ليك في الستاند اب كوميدي بجد، اول مره تطلع على المسرح. كنت كاتب ماتيريال عن الثانويه العامه اول مره خالص في حياتي يعني. ايه اكتر افيه انت قلته في اول مره ما ضحكش الناس خالص؟ لا هو انا اول مره ما ضحكتش خالص اصلا. امي كان نفسها ما ضحكتش. ده الطبيعي يا محمد. ماشي ده الطبيعي زي بعض يا معلم. فبعد الحفله ما خلصت فرحت كان في كوميديان يعني راجل صديقنا اما قال لي بص انت كاريزما وكل حاجه على المسرح بس اللي انت كاتبه ده زي الخرا. تمام. تاني مره بقى كان عاملين حفله وكان في واحد سبيشال جيست سوداني مشهور. كانت الحفله من الشقه سودانيين كانك بتلعب في الهرم كده. فانا بقول له ايه اول حاجه بتعملوها بعد ما بتخلصوا حمام؟ حاجه وحشه جدا. ما وحشه قوي. ما كنت ما كانش عندي خبره. بقول لهم يعني ما تشطفوش ولا ايه ده انتم من الخرطوم يا عم. انا قلت والله حلوه والله العظيم لذيذ. والله العظيم لذيذ عندي الحاجه. انت عسل قوي. الله يخليك الله يخليك. فالمهم بقى ان انا كنت مخدود يعني. انا جت 4-5 ثواني كده في خيالي اقول ولا ما اقولش فقلت بقى الدنيا اتطربقت ضحك عم علي والله. يلا بس هو لذيذ والله. مين؟ انا. انت لذيذ؟ انت عسل قوي يا محمد والله. قول لي عسل يا لولي كده. عسل يا لولي. ما تقبلناش من اي حد حتى لو مراتي. حبيبي والله العظيم. قبول. حد هنا من الشرقيه؟ حد معاه فلوس اروح يعني لو حد معاه فلوس اروح عربيه وصلني اي حاجه. يا جماعه ردوا عليا بالله عليكم. انا جمهور محرج. انت تشرح الافيه فوق. في حاجه اقول لك على حاجه. ده في لغه المسرح انت مخيش الحاجات دي ما بننزلهاش. هو الاكونت بتاعها كله كده. هي مخيشه في الاكونت. هي مخيشه في الاكونت كله. هي مخيشه في الحياه عموما والله. والله ومخيشت في زايد. هي مخيشت في زايد يعني ما لحقتش زايد. بس من الشرقيه للقاهره ومن القاهره لزايد ده سفرين. ردوا عليا بالله عليكم. هلا والله باليمن. يعني ايه؟ لا ثواني معايا. ده الافيه بتاع التيك توك كده اللي هو الواد التخين اللي كان راكب حصان. وكان بيقول له انتوا منين؟ فقال له احنا من السعوديه. قال له هلا والله باليمن. كان مفايرل على التيك توك يعني هي متابعه عفويه وكده. متحمس انا بقى. بقول لك صح يا زيد بعد ما نخلص الفيديو ده نقرا الكومنتات. يعني كل فيديو نقرا الكومنتات بتاعتهم. المشكله ان هم كلهم اعرفهم وكلهم بيضحكوا. اذا في واحد صاحبهم احمد قاسم مثلا. لا يعني اعرف فليكس. احمد فليكس. اعتقد ده ليه معانا ماتيريال برضه. والله والله العظيم تقريبا. وعزت ده تبعنا برضه. عصام عزت ده تعرفه؟ متصور مع انس بوخش هنا. ايوه ده ما صاحب كنافه. صاحب كنافه؟ تعرف كنافه؟ صاحبي 010. حلو. معسل. بعد الحلقه دي على خير. نديها فرصه كمان.
ماشي نديها فرصه كمان والله. ماشي والله. يعني نجيبها كده من الاول طيب. نديها وما فرصه. نبقاش متحاملين. خلي بالك البنت كويسه والله، مش عايزين نبقى متحاملين. هي شكلها في الجاره حلوين قوي. نديها فرصه كمان من الاول بس مش هنتحامل هنضحك لو في حاجه هنضحك. حد من منطقه غنيه، حد معاه فلوس اروح يعني، حد معاه فلوس جمهور محرج. والله العظيم اصل انا اول ما اشوف جمهور محرج انا محرج يعني انا محرج فيك والله. في اكسبريشن كده اللي هو اسمه ايه السكند هاند امبارسمنت. لو انت بتحرج لحد ده انا عامه في الحاله اللي انت بعتها لي. بس هي بنت جميله والله العظيم جدا. هي جميله. احنا ما بنعيبش الشخص، احنا بننتقد المحتوى ما بننتقدش الناس نفسها. بالظبط. احنا بننتقد اهلا بيكم يا نجوم مصر. ماتش ود جديد. ما بنعيبش الخالق ولا المخلوق. احنا ما بنعيبش الخالق ولا المخلوق ولا بنعيب على مين؟ احنا قاعدين بنعيب بس. قبل كده كنت لسه بتعلم فوتوشوب جديد. كنت في 5 ابتدائي. فكنا مصورين صوره انا واصحابي سيلفي. في الضحك خالص. فانا كنت واخد واحد من صحابي حاطط عليه كلب، وش كلب. هذا عليه كلب فوتوشوب. فوتوشوب عليه كلب. جالي بعد الدرس قال لي اتعب الخلق ام الخالق. كتب سبحان الله. لا اي حاجه، لا ما رضاش يكتب سبحان الله، ما اقتنعش. القاهره اللي زي ده صفارين، ردوا عليا بالله عليكم. السعوديه. هلا والله باليمن. مش قادر يا محمد. صعب قوي بصراحه. مش قادر والله. صعب. مش قادر. كم من 10؟ 3 من 10. انا 3 من 10 ده اخر. 5 بصراحه. ومين اللي اقترح ناكل كبده قبل التصوير؟ انا هموت واتكرع يا محمد. بس ان شاء الله هي تكون كويسه يعني. هي لو مبسوط على فكره الستاند اب فن. قصدك تكون كويسه ما اتجننتش رسمي يعني وتبص يعني لو هي مبسوطه انا تمام يعني. هو الستاند اب اصلا فن عشان انت تتبسط. هو ده مسرح نهايه سطيح؟ لا ده مسرح اركان بس صغير يعني. ده يا ابن اللعيبه تعالى محمد عندك خبره في الموضوع لدرجه ان انت عارف ان ده ستاند اب كوميديان. ستاند اب كوميديان؟ مش بسم الله الرحمن الرحيم. معانا بعده محمد حلمي. طب ده الباشا الكبير محمد حلمي. ده النقيب بتاعكم صح؟ حلمي لازم تبطل الفقرة دي، حد هيطلق على ايدي. ميمي بتقول اسألني قفشته في دبي ازاي وانا في مصر. فين ميمي؟ يا ترى قفشتيه ازاي في دبي وانت في مصر؟ رصيد ستر وخلص. بعتولك مسج يعني؟ في دايما في حفلات محمد حلمي تحديدا واسمه ايه ده يا ربي؟ مينا الاثنين في حفلاتهم دايما على طول بيبقى في واحده في الاغلب بتبقى زنت يا جوزها هو اللي زنى. في حد فيهم زنى. في حد هيتجلد. حد فيهم زنى وبيعترف يعني. في حد هيتجلد بعد الحفله. ثقه بنت لذينه. رصيد السفر خلص. اسمع منه احسن. اسمع منه هو هنا اللي قفشتيه في دبي وانت في مصر هو معاكي. عسل حلمي صح. خطير بصراحه. الاوتفيت حلو. الاوتفيت حلو صح. الاوتفيت حلو. طب ما تبطل انت، ايه رايك؟ يعني انا هحاول ما ازنقكش بس ده اكل عيش يا باشا. ده اكل عيش اكل عيش وما اكل عيش. اكل عيش ده صح. احنا نقفش الزانيين في المكان. اكل عيش. قفشت زاني قبل كده على المسرح. عموما هو الاوتفيت حلو. تحفه. الاوتفيت حلو قوي. الشوز فشيخ بصراحه. الشوز حلوه. لا بص حتى يعني متصله منفصله يعني في حته. يعني بص هو مطقم فوق ومطقم تحت يعني. الجاكيت على فكره دي تيب جامده فشخ ان انت تطقم الحزام او الحزام مع الجزمه. بس هو الحزام مش باين. نشوف حاجه فيها كوميديا بقى يعني ندور على حاجه تضحك. استنى قالت لك شافني كوميديا من قلت لك. ما كوميديا ماشي. ما هو مينا حلو. ماله مينا على فكره مبشر بان ولا هو عشان مسيحي؟ لا ولا هو عشان ولا هو عشان الله لا يكون. انا بسال بس. لا بنستفسر يعني. دخل بيتنا الحد ابني الاربع تزوجنا الحد وما حكينا ولا كلمه مع بعض. يوم الصباحيه بقى اللي ما قلتليش اسمك ايه صحيح. وبعد الزواج اكتشفنا انه بيكبرني ب 23 سنه. انا قريتها بيركبني على والله. انا قلت اصل مش توصل للمرحله دي معقول يعني ان الناس تبقى اصل احنا متطبخه قوي يعني. متطبخه الزناله والله. الزناله كده حتى متجوزين بيركبوا بتاع. هي متجوزه واحد اكبر منها ب 23 سنه. يعني عامه بتحصل. انا اتجوزت قبل كده واحده اكبر مني 23 سنه. انت اتجوزت؟ انا اتجوزت واحده اصغر مني 23 سنه. انا عندي 23 سنه. انت عندك 23 سنه؟ تتجوزني؟ ما كذبناش على بعض يعني زوجنا. ما كذبتوش على بعض. انتوا ما اتكلمتوش اساسا عشان تكذبوا مع بعض. لا بعرفه ولا بيعرفني بس 37 سنه. انت عارفه انتوا ليه ما اتطلقتوش؟ الحمد لله. لكن هو اتغلط حضرتك. لا هو اتغلط. كمل ما والله انت بتظلمه كده. حاضر ماشي والله حاضر. بس انا مش موسم دي
والله مش ذنبي، الماوس هو اللي ادوس خالد. استنى محمد فخدتك، انا بعيد ما تحورش، انا بعيد والله فخدتك. الماوس ولا معرض؟ ماشي. متاكد ان مش انت اللي معرض؟ ارفع لك البتاع بس خلاص كده ما ترفعليش عشان انا في فستان العروس. دخلني ادخلك فيه في اللي بعده. كم حد مصري هنا؟ اخواتي اللي بيقبضوا بالدينار، محدش يستحمل درجة الحرارة دي غير لو في دينار. في درجة الحرارة بتوصل 65، الدينار ب 165. متحمس انا، متحمس انا، مجنون شحات انا بقى، شحات جربوع انا بقى. محمد انت عارف ان انت ليك داتا معانا؟ انت بتهزر؟ والله العظيم جايب لك داتا النهارده، والله جايب لك حاجات من انت اللي كنت منزلها على فكره، يعني اي وساخه هتطلع مننا انت اللي متحملها يعني. رحت امبارح اشتري هدوم شتاء، هدوم شتاء نفس الودي خلي بالك، ده نفس الودي بالظبط. ده هو. بص وانت رحت تشتري هدوم شتاء فين يا محمد؟ عشان تعرف ان انا خسيت زي ما قلت. صح كنت تخين في الفيديو. انت عندك التقاص بتاع ابو تريكه ده. ايوه صح، اول مره الاحظ الحوار ده والله. الكوره كان دايما بيقول لي انت ابو تريكه الجديد. تعرف انا لعبت قبل كده 11 ماتش 11. ماتش 11. انا كنت ليبرو. انا بتلعب في نادي ايه؟ نجمة سينا. نجمة سينا؟ مش دخل يلا اللي هو والله العظيم والله العظيم لا يلا الخل ازاز الخل بيبقى اسمها نجمة سينا والله؟ والله العظيم. انا كنت بلعب في المكان اللي تحت البطانية. ما لعبتش تاني، بلعب خماسي بس. انا ليبرو جامد. انت ليبرو جامد. هات الفيديو من الاول. حاضر عشان انت هتظلمني. حاضر. انا رحت امبارح اشتري هدوم شتاء، هدوم شتوي، ايه شتاء بقى؟ فعجبني جاكيت قوي، بسأله بقول له هو ده بكام؟ قال لي 4000 جنيه. تحب اطلعه اقول لك؟ قلت له لا انا هطلعه اقول لك 4000 جنيه. هو الاوتفيت حلو. مش عندي خبره، ما كانش عندي ثانيه واحده. كانش عندك خبره جنسيه. طب والله عظيم. لا حاسسك وقفت تاخد نفسك متوقع ضحك اكتر بس ما جاش صح؟ لا افهمك حاجه، يعني في مركب. يعني قلت له انا رحت امبارح اشتري هدوم شتاء، فانا بقول له بكام؟ قال لي ب 4000 جنيه. تحب اطلعه اقوله لك؟ فشوف بقى الورد بلاي. قلت له لا ده انا اللي هطلعه اقوله لك. ما كانش عندي خبره بصراحه بكل امانه يعني. مش عندك خبره ده كانت خبره جنسيه ولا خبره ايه؟ كانت تالت حفله ليا يا اسطى. ما كانت تالت حفله ليك تقول افات بس جاب الضحك على فكره. انت بتحضر في المسرح احسن بكتير، عشان كده عندي حفله يوم 30/12. كايرو جاز في زايد. اتحمس انا بقى، كوميديان انا بقى. اعمل لي فولو يا اسطى. حاضر استنى عشان اعمل لك انا باك بقى لما اروح. انا كنت عامل لك فولو بس شيلتني من عندك تقريبا. ليه اشيلك ليه؟ او لا استنى، كانت في واحده صاحبتي والله كانت عايزه اعمل لها فولو بس كانت يعني انا كنت تقريبا عايز اخلي الرقم 70 فولو 70 شلتني. فانا شيلتك عشان احطها في الاغلب يعني. ده اللي انا فاكره. الرجاله بتحب تعمل واحد يعني. هو الواحد يا عم. بس ايه رايك؟ لا جميل والله. ولا يجي مني والله الاوتفيت تحفه. والله انت ليك ماتيريال تاني على فكره، يعني مش ده ماتيريال بس انا ما نزلتش اكتر من فيديو اصلا. لا ليك. حد هنا في طب او يعرف حد في طب؟ انا بداتها حد هنا في طب يا ابني. ستاند اب كوميديان. ايوه يلا ايوه انت عندك الملك اهو. طب والله حد هنا في طب فعلا اهو. لا معانا 2 في طب. عندنا 2 في طب. احنا معانا 2 في طب. شاوت اوت لكليه الطب يا جماعه. صعبه كطب او حاجه، هي بتيجي في امتحاناتها رخمه مش مفهومه. يعني انا رحت امتحان قبل كده، كان حاجه اسمها موديول بتمتحن 9 مواد ولا 7 مواد في ورقه واحده. كنا بنمتحن في اول سؤال بيقول لك بنت عندها 13 سنه. انت عارف الحته بتاعت 7 مواد في ورقه واحده دي فكرتني بالجوكر. عارف انت الفيديو بتاع ممكن اعبر ان انا قلت 9 كلمات في جملتين. بس اللي فيه حلو ده. لا اللي فيه عسل يا محمد. جات لنا الطوارئ علشان حملها التاني. امتى؟ ازاي اصلا الجواز ده بيلعب معاه سودوكو ولا بيقول كمان تقرر على عايز افهم. راجل سكته. ما انا بقول لك تخليه متوقع ضحك. انت لا متوقع ان الناس تضحك. اقول لك، ما هو بنت عندها 18 سنه باين. تمام. لا 13 انت كده 13 مش فاكر بقى، ما انا مؤلف. جت طوارئ عشان حملها التاني. فانا هسيبك تفكر شويه، فهم قال امتى، فده اللي بيضحك. هي السكته اللي في النص هي اللي بتضحك. هي اللي بتضحك اللي هو والله العظيم يجي مني يا عم، انت مش مصدقني. لا والله كويس. دي رابع حفله ستاند اب ليا. دي رابع حفله؟ بتطور بس دي اخر واحده. ما كانش راجل عنده 104 سنه، انا مش عارف ده سنه طبيعي ولا مستوى رفيع، بس ما شاء الله عشان 104 سنه رقم. بيقول لي ايه؟ فاهم؟ عنده ضغط وسكر. مستوى رفيع اللي هو 104 سنه. طب يعني تيجي نتكلم عن الاوتفيت احلى.
مطقم التانك توب. بس مش تانك توب برضه، هو كل حاجه تانك توب بالنسبه لك. اندر شيرت انت لا بتعرف تلبس ولا بتعرف تضحك. والله كنت شيك ساعتها، يعني كانت ساعتها الموضه حلوه. ليرنج يا عم. ايه ليرنج ليرنج وبتاع ليرنج والحاجات دي. ايه ليرنج دي؟ ليرنج والحاجات دي. لا مش ليرنج. ليرنج بس يعني انت أيوة. انت كذا طبقه على ليه؟ عنده ضغط وسكر وقلب وبياكل مال يتامى. بس في اكل مال اليتيم ده قديم قوي يا ابني ده 2022 يا ابني، ده زمان قوي. لا بس في اكل مال اليتيم ده 2022 كان قديم، يعني عنده ضغط، يعني كان بدأ يخلص ضغط وسكر وبياكل مال يعني اللي هو فاهم باكستريم يعني. اعتقد اعتقد لو انت قلت عنده ضغط وقلب وبواسير مثلا كان ممكن. لا ده بيضحك عندك انت، اللي بيضحك عندنا بس. عشان انت بتعرف تقولها. يعني بص انا اقولها ازاي، عنده ضغط وسكر وبواسير. ما جابتش تسقيف. لا شفت ما بتضحكش. لما انا اجرب انا مثلا اقول عنده ضغط وسكر وبواسير. طب ما انت حلو الضحك والله بحاول. والله بحاول والله سهله. والله حد هنا في طب يا جماعه. حد هنا غني عشان انا معدم. حد هنا بالتجمع. عشان بس افهمك الإفيه. انا مش عارف انا بضحك على ايه والله. انا شكلي بيضحك. انت شبه نبيل شعيل. انت شبه اروع. حد هنا بقى اروع يا جماعه. الصوره بتاعته بيقول عايز قطعه. عامة المسرح ده اكتر مسرح خيشتي في حياتي. هو مش مسرح يا محمد، هو بان عليه هنجر. لا ده مخطوف يا محمد. ده روم جاردن سيتي. ده كرسي قهوه اللي تحت. ده في جاردن سيتي يا ابني. ده الديكور، ده ديكور. انتوا بقى فلاحين قوي يا جدعان. ده ديكور قاعده عربي يعني. يعني اللي هو ديكور سيتي، يعني حاجه كوزي. بلعب في الكوزي. بلعب في روم تحت الكوزي. تعالى نكمل. طب نشوف لو في حاجه. فيقول لك راح رحله لغانا باين وعضته دوده، قول لي المرض اللي عنده. انا ممكن اقول لك ايه المرض اللي مش عنده. انا ممكن اقول لك هو دلوقتي ما عندوش برد، ينفع عليه مروحه يعني هيجي له برد. والله جد بس دي برضه سهله. محمد في 2 بيضحكوا، اللي بيصور وامك. احنا كنا 6 في الحفله. كنتوا 6 كلكم. بالكوميديانز. انا عمري ما وقعت في المسرح ده. عمرك ما بعت؟ عمري مثلا ما حضر لي في المسرح ده اكتر من انت هقول لك على حاجه عشان نفهم بس. انت ايه اكبر اجر خدته في الستاند اب كوميدي؟ ما بحبش لو تعرف تصرح. انا الضرايب بتحاسبني، ما بحبش اتكلم في الحاجات دي. الضرايب بتحاسبك عليها يا محمد؟ على الفلوس اللي باخدها. الفلوس اللي بتاخدها يا محمد. انت قلت لي قبل كده، انا متذكر يعني، ان اعلى اجر اتخدته كان تقريبا سكه 2000 جنيه او حاجه زي كده. طب ما بحبش اتكلم في الماديات قدام الجماهير. انت تعرف اجر محمد حلمي؟ لا ما نقدرش. مش عايزين نتكلم 2000 دينار؟ لا ما نقدرش نتكلم عن محمد حلمي. ما بحبش اتكلم عن محمد حلمي. دي ارزاق وربنا مقسمها. بس هو لبس وحش. الاوتفيت بتاعت حلمي لا ايه اللي حلمي؟ ايه اللي اوتفيتس حلمي؟ اوتفيتس حلمي حلوه. خطيره بصراحه. دمه تقيل. انا ما بحبش اتكلم في ما فيش قبول. لا مفيش قبول. لا دي يعني رايك الشخصي. محمد هو انت خايف تكنسل ليه يا محمد؟ انت عملت 4 حفلات، بعت 9 تذاكر. 9 بعد فيهم. عملت المعادله دي ازاي؟ انا مش فاهم. يعني ايه الايكويشن في الموضوع؟ انا مش فاهم. الاوتفيت حلو ونقلب. عايزين نقلب. طب استنى نجرب نسمع والله يمكن نفهم. بس طب افتح السب تايتلز. استنى بس السب تايتلز كلها برتغالي والله. اوه خير. نديها فرصه. نديها فرصه. انا هعمل لايك عموما. طب اقول لك على حاجه تانية. نلعب لعبه حلوه. الفيديو اللي جاي على طول بورا ده نتوقع الافيه. يعني نتوقع اللي هيتكلم هيقول ايه. يلا نشوف مين فينا هيجيب الافيه اكتر ونحسبها سكور. هو ثانيه عشان الكلام ده بيتفهم بمعنى ايه؟ الكلام ده بيتفهم بمعنى انت تتوقع ايه الافيه اللي جاي. جوزها دايما تعبان، فيعني هو هوني خالص. تعبان يعني اللي هو بقى ايه تعبان اللي هو ايه ده. طب ما بيعرفش يعمل حاجه خالص كده يعني. حاجة متجوزة؟ جوزك معاكي؟ ما بيتحركش؟ ها دايما تعبان. جايه. هل تعرف دلوقتي عمال يقول يا رب ما حد يشوفني؟ مش محتاجه حاجه يعني. طب انت فاهم الكوميديان يا ابني. انفع والله العظيم. حد هنا جوزه تعبان. حد هنا جوزه ما بيعرفش. حد هنا ما بيقفش. انا عامه اكتر حاجتين ما بحبش اتكلم عنهم فلوسي في الحفلات وصحتي الجنسيه. ما بحبش اتكلم في الحاجات دي بصراحه. كلمني عن حياتك. ممكن اتكلم عن فلوسي في الحفلات. في حاجه كمان الامهات بتقولها اللي هو هتسكت ولا اجيب لك العون. يعني تحس لو الطفل يرد عليه لا هاتي العون.
خش بقى الحمام ادلقي لبن في الحمام وكفاري بقى وهاتي وتعالي. دول لبن في الحمام، اعتقد على فكره دي طقوس عند وليد في المحله والله. هو عندهم الكشري اللي في سندوتش، وعندهم اللبن في الحمام. الراجل ده بقعد معاه كل يوم. انت بتقعد مع الراجل ده كل يوم وبندلق بقى اللبن في الحمام الحمام كل يوم. طب لاحظ في واحد اسمه يحيى اسلام كده، وليد دمه خفيف، انا بحب وليد. انا بحب وليد، عنده معامله ماكدونالدز. لا استنى لا استنى. بص الهاشتاجات ايه؟ اف واي بي امي. تعالى رن على وليد. رن على وليد. يا وليد. يا وليد. يا محمد بقول لك ايه يا وليد، احنا دلوقتي يا اسطى قاعدين بنعمل رياكت على فيديو قديم ليك، الفيديو اللي هو بتاع الطفل والملائكه اللي انت جربوع قوي فيه ده، اللي انت جربوع قوي، اللي انت بتجربع فيه قوي ده. استنى عايز افهم منك حاجه بس ثواني، انت كاتب في هاشتاجات الفيديو ده اف واي بي فايرال اطفال امي. يعني ايه؟ طيب انت عايز امك يا وليد، حط امك هاشتاج يا وليد. انا في الوقت ده كنت عايز اتشير بالعافيه. فوق امي. ممكن 5 شير دلوقتي حالا، يعني مش قدام، انا عايز اشتري دلوقتي. يا اسطى انت فاهم غلط. الجنه تحت اقدام الامهات، مش الاف واي بي. مش الاف واي بي خالص، مش الفوري واحد. هو مين يحيى اسلام ده؟ مين يحيى اسلام صحيح؟ مين يحيى اسلام؟ كاتب لك وليد دمه خفيف، يعني هو كاتب انا بحب وليد، جمله خبريه. حد عامل له هاشتاج يعني من ضمن اللي محطوط؟ لا ده مش امك. لا ده في 4 فيديوهات ليك يا وليد هنشوفهم ونرجع لك. والله يا ربنا يديك الصحه حبيبي اخوك. اديك الصحه. خش ندلق لبن. بعمل حاجات احلى دلوقتي، بتقعدوا تتابعوني يعني. خلاص اوكي. بتقول له اللبن لسه في الحوض ولا ندلق لبن في الحمام لسه. انا عاده عندي عقده من البنات الاطول مني، فهي كانت اطول مني مقفوره شويه يعني ممكن وقت ثاني. المفروض ارتباطنا في معلومه هنا وليد 172 سم حاجه زي كده. وليد قصير قوي. اي انسان في الدنيا هيبقى اطول من وليد. عادي، مفيش غير السنافر، يعني ممكن يرتبط واحده سنافر. انا ليا واحد صاحبي اسمه عمرو ده طيب جدا يا جماعه، اطيب من هاشم يعني. عمرو ده من كتر الطيبه بيلبس بالطو جلد في الصيف. وليد كده ليه؟ يا وليد بيلبس بناطيل سكين. انت ادالك كوبايتين لبن في الحمام. انت ادالك كوبايتين لبن وهتطلعهم. طب كفايه على كده، اتوقع كده حلو. محمد هيتكنسل رسمي، مش هيعمل حفلات تانية، يعني حفله يوم 30 دي خلاص اعتقد اتكنسل منها تماما. تعالوا احضروا حفله يوم 30/12 في نجوم مصر كايرو جاز كلاب في الشيخ زايد، علشان دي هتبقى اخر حفله ليا بعد ما هتكنسل من السين. ومتكنسل انا بقى.